بتدور احداث الفيلم في عالم بائس كان لسه بيعاني من اثار حرب نوويه، وبسبب ارتفاع مستوى الاشعاع الجو بقى سام والارض غير صالحه للزراعه، مصادر المياه خلصت وفي نقص كبير في الحاجات الاساسيه زي الاكل والبنزين، وبسبب كل ده الناس الباقيين اتجننوا وكانوا بيحاربوا بعض طول الوقت علشان يقدروا يعيشوا. وعلى الرغم ان العالم بقى مهجور كان في اسطوره بتقول ان في مدينه اسمها المكان الاخضر فيها ميه كتير ومساحات خضراء واكل يكفي اي حد يقدر يعيش. بعد كده بنشوف مدينه اسمها القلعه، وهي عباره عن نظام من الكهوف اللي موجود على منحدر. في القلعه في مجتمع كبير من الناجين اللي اتشوهوا وبقوا شبه الميتين بسبب الاشعاع وقله الاكل والميه. القلعه كان زعيمها راجل عجوز شبه الوحش اسمه ايمورتان جو، اللي بيلبس قناع على وشه ومزود بانابيب هواء علشان يقدر يتنفس. هو كمان الوحيد في المدينه كلها اللي عنده زوجات. في الحقيقه هو عنده 5. الاشعاع كان قضى على كل الستات تقريبا، علشان كده ان الواحد يكون عنده 5 زوجات دي رفاهيه مش هيقدر عليها الا الاغنياء بس في العالم ده. جو كان بيتاجر بالميه والاكل واللبن مقابل الوقود والاسلحه مع العصابات التانيه. هو سيطر على مصدر الميه الوحيد في ويستلاند وكانها حاجه اخترعها.